السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله راجعة لكم فيديو جديد. هنعمل طبق جميل قوي من بواقي اللحمة المسلوقة. اكيد كلنا بيبقى عندنا بواقي لحمة مسلوقة زي كده وبنزهق جدا وبنبقى مش عارفين نعمل فيها ايه. المهم معايا هنا لحمة مسلوقة، معايا 3 بصلات كبار متقطعين، معايا قرن فلفل حار، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات سبعة. هجيب الحله زي ما انتم شايفين وهنزل بيها باول طبقه من البصل كده. وعايزه اقول لكم تقدروا بقى تضاعفوا الكميه، انا بعمل بس بالكميه اللي موجوده عندي. وبعد كده بقى هنزل زي ما انتم شايفين بالبصل وهنزل بقطع اللحمه. انا مقطعاها صغير يعني وسط مش صغير قوي، وهي مسلوقه يا جماعه سوا كامل اهو. وهنزل بقى بالطبقه التانيه من البصل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده هدي رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، وكمان رشه من السبع بهارات. عايزه اقول لكم ما بتاخدش وقت وهتاكلوا احلى صوص ممكن تدوقوه في حياتكم. وكمان انا كده بحطيت كام مكعب من السمنه البلدي. تقدري حضرتك تحطي اي نوع سمنه موجود، يعني مش لازم سمنه بلدي، كده كده الطعم هيبقى خرافي. وهنا هقطع قرن فلفل كده حار عشان يظبط لنا الدنيا، لو في اطفال بلاش، او لو انت مش بتحبي السبايسي او الولاد عندك في البيت فبلاش. بس هنزل بقى دلوقتي بقطع اللحمه التانيه، وبعد كده هنزل ببقيه البصل. أكلة سريعة ومنجزة جدا جدا، وتغيير كمان من اللحمة المسلوقة واللحمة في الخضار. أكيد الأولاد كل يوم مش عايزين ياكلوا نفس اللحمة، أو لما بنيجي نعملها أكيد بيزهقوا يعني. بس خلاص كده هدي برضو كام مكعب كده من الزبدة. بس الأول هنحط رشة بسيطة من الفلفل الأسود، أنا مكترش توابل علشان طعم اللحمة، وكمان اللحمة وهي مسلوقة احنا حاطين فيها توابل، فنفس برضو التوابل، رشة بسيطة من الفلفل الأسود والسبع بهارات، وكمان مكعبات السمنة. تقدري زبدة، سمنة عادية، براحتك. واللحمة كمان لو فيها دهون بتبقى حلوة جدا. هنا بقى اختياري مكعب مرق الدجاج، مش حابة تحطيه بلاش، بس هو بيعلي التست جدا، بيخلي الصوص حلو جدا جدا، يعني تاكليها لوحدها كده من غير اي حاجة. ورشة بقى بسيطة من الملح عشان احنا حاطين ايه، مرق الدجاج. خلاص كده الحلة بتاعتنا جاهزت، هغطيها واحطها على اصغر عين على البوتاجاز، وهنوطي خالص مع نفسها نص ساعة، وتعالوا اتفرجوا على الجمال. بصوا، ادي طبق اللحمة المسلوقة اللي احنا شفناه في الاول، شايفين عامل ازاي؟ بصوا حاجة كده من الاخر. عايزة اقول لكم تاكلوه بألف هنا وشفا بقى، مع مكرونة مع رز، خطير بالعيش بقى يا جماعة. جربوه ويا ريت تيجوا تكتبوا لي في الكومنتات. فكرة كده بسيطة وسهلة وتغيير كده في يومنا. واشوفكم فيديو جديد يا رب، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.